شاء الله نداركوها. برشا تهاون بعد الثوره صحيح، لكن ان شاء الله بشوي بشوي بكل مجهودات نوصلوا احنا صوت المواطن التونسي خاصه اللي يعيش لبرا للسلطات المعينه، وان شاء الله يا ربي صوتكم يوصل الناس الكل. شكرا لك على المداخله سي محمد بكري رئيس جمعيه تونس حره بايطاليا. مرحبا بك مره اخرى سي لطفي، مرحبا نورتنا. اذا اليوم باش نحكي معك كوالي كوالي باش نحكيو على المدرسه التونسيه بقطر. الموضوع هذا ديما كنا نحكيو عليه من فوق لفوق، عمرنا ما دخلنا الداخل. المدرسه اليوم شنو احوالها؟ شنو اهم النتائج اللي وصلت لها؟ نعرفوا المدرسه هذه بدات باهالي وناس توانسه حطوا اليد في اليد بمجهودات خاصه وماديه ذاتيه معناها باش يكبروا في المدرسه هذه، باش يقريوا اولادهم بريجيم تونسي معناها، فهمت؟ بدات تكبر بشوي بشويه، لكن مؤخرا سمعنا برشا تشكيات. المؤسسه هذه دخلت تحت اطار منظمه التربيه والاسره، بعديك وزاره التربيه، بعد نلقاو هذوما زوز على برا، نلقاو ايادي اخرى معناها مجلس سمعنا به معناها مجلس اخر تم ترشيحه ولا هو مسيطر، لكن حسب ما سالت وعرفت ودخلت وعملت دي ريشيرش انه المجلس هذايا عنده صلاحيات غير محدوده وغير مشروطه، اللي هو اثر سلبا على الصغار وعلى الاولياء، مام حتى انهم خنقوهم في مصاريف الدراسه نتاعهم، دخلوا في كل شيء. المشكل هذه شنو؟ خلينا نبداو باغيتاب لو تسمح، نخيك الكلمه ليك ونبداو المدرسه اليوم شنو احوالها، وين وصلت بالنتائج نتاعها مع صغيراتنا، والمشكل اللي تعرضت له المدرسه. بارك الله فيك، شكرا. انا باش نبدا حلو السؤال. قلت لي المدرسه شنو احوالها؟ من المفارقات العجيبه انه حال المدرسه التونسيه كان منذ انا عندي 27 سنه في الدوحه كان عباره صوره مصغره للوضع في تونس. يعني نجم نجاوبك نسالك انا نقول لك شنو الوضع في تونس. بالتالي الوضع المدرسه التونسيه منذ تاسست سنه 1988 الى اليوم تقريبا كان مرآة عاكسه للوضع في تونس. حاليا نعيشوا حاله الفوضى، حاله اللا قانون. نبين لك شو معناها، خاطر فما عديد المغالطات اللي قاعده تتروج حاليا في بعض المنابر الاعلاميه. انا بصفتي ولي وعايشت تقريبا تاريخ المدرسه مده 27 سنه. نقول لك المدرسه التونسيه اسستها صحيح الاولياء بمجهوداتهم وباموالهم اللي هي تتمثل في المساهمات، ولكن لا يمكن للاولياء انهم ياسسوا مدرسه بدون وجود غطاء قانوني يتمثل في الدوله واللي ممثله في السفاره. انا عندي مرسوم اميري لسنه 1980 يحدد صلاحيات المدرسة ويحدد مفهوم المدرسة. صحيح هي تصنف في خانة المدارس الخاصة، ولكن المدارس الخاصة نوعين. هناك مدارس استثمارية يستثمر فيها شخص يجيب عنده فلوس فبالتالي يفتح مشروع وبالتالي يدير المدرسة باللي يحبها، وفي مدارس الجاليات. المدارس الجاليات هذه تتبع للسلطة اللي تتبعها البلد وبالتالي ممثلة في السفارة، وكانت المدرسة تحت إشراف السفارة من سنة 1988 إلى سنة 2003 وكانت تنعم بالاستقرار بصراحة. عندنا مؤاخذات في ذاك الوقت على بعض التجاوزات اللي صايرة، ولكن على الأقل كانت عندنا مرجعية نرجعوا لها اللي هي الدولة، نتصلوا بالدولة عن طريق السفارة أو عن طريق الوزارات المعنية. كانت الأمور واضحة، كانت الأمور واضحة. وخرجت الدولة هزت يدها في سنة 2003. وهيك علاش قلت لك أنا لما كانت الدولة قوية وكانت باسطة نفوذها على كل مؤسساتها، كانت الدولة زادة في قطر ماسكة المدرسة. وقت اللي تغول الحزب الحاكم وقتها التجمع مسكت المنظمة التونسية للتربية والأسرة اللي كانت خلية من خلايا التجمع، مسكت المدرسة من سنة 2003 إلى سنة 2011. المدرسة لما خرجت السفارة هيك الوقت تركت في المدرسة فائض مالي يقدر 562 ألف ريال، وأنا عندي ما يثبت الوثائق هذه، وفيها إيجارات مسبقة لسنوات قادمة مدفوعة مسبقا. دخلت منظمة التربية والأسرة استعملتها كغطاء سياسي لخلية حزبية وعادت فيها فسادا وأوصلتها إلى مرحلة من العجز. مرحلة من العجز معروفة هي ما تقارب 3 مليون ريال. حاليا هم بعد الثورة وبعد ما جات شعارات ديجاج وخرجت منظمة التربية والأسرة وجات عقلية أخرى اللي هي عقلية الغنيمة. أنا أي مكان نلقى فيه فلوس ونلقى فيه مصالح ندخل فيه. جاتنا ناس آخرين، لكن الناس هذم اللي جاوا تحت عنوان أنه يجيو معناها كمجالس للأمناء. ما معنى مجلس أمناء؟ بالضبط، برافو عليك، سؤال ممتاز جدا. ما فهمتش، يعطيك الصحة. بروحي أنا هذا مجلس الأمناء باش نفسر لك أختي، هي
اسلوب في ومناء التعامل على شنو؟ باش نفسر، هو اسلوب التعامل في دول الخليج، هو همزه الوصل ما بين الولي وما بين اداره المدرسه. يعني في عوض كل ولي يمشي يتجه للمدرسه باش يقدم شكوى، فما هيكل يمثله اسمه مجلس الاولياء او مجلس الامناء، ومجلس الامناء هذا يعتبر حتى عنده تسميه هناك في قطر يسميه الصديق النصوح. يعني عباره انك هذا مجلس استشاري يقع انتخابه ما بين الاولياء، يقولوا مجموعه تمثلنا لدى إدارة المدرسة، وبالتالي إذا عندنا أي ملاحظات استشاري إداري لا أكثر لا أقل، ونراقب، لأني أنا المساهم في أموال المدرسة، نحب نعرف مجالات صرف أموال اللي أنا قاعد ندفع فيها، لأنه إحنا من يتحمل زادك العجز. إذا كان فما عجز فما حتى جهة أخرى باش تدفعوا، باش يدفعوا الولي من خلال الترفيع في الرسوم المدرسية. فوقع إنشاء المجلس هذايا عملا بما هو موجود في دولة قطر، وبالتالي موجود هذا، إحنا موجود عندنا حتى مفهوم المجلس الأمناء هذا وصلاحياته لا يتعدى دوره الاستشارة، وبالتالي حتى الانتخاب نتاعو تم بمجموعه قليله، يعني لا يتجاوز 5% من الاولياء، لانه ما يعني لهم حتى شيء، مجرد هم مجموعه من الاولياء المفروض يكونوا اولياء باش يراقبوا تسيير شؤون المدرسه على شكليه اداريه عاديه. واذا كان المدرسه تحتاج مساعدات او تعرضت الى صعوبات يتدخل مجلس الامناء للمساعده. نشوفوا بعض الصور احنا ديجا مرانا وهذا الغريب انه استغلوا ضعف الدوله في ذيك الفتره بعد الثوره، ووجود حزب حاكم في انصار موجودين يقيمون في دوله قطر، ومنهم شكون صار رئيس الوزراء، صار وزير الخارجيه في تلك الفتره، وقاموا بصياغه المجموعه هذه. احنا انتخبناهم 2012. شوف الغريب في الامر، 2012 انتخبوا على اساس يكونوا مجلس استشاري للاولياء، مباشره قاموا بتنقيح القوانين واللوائح اللي موجوده، وعندنا وثائق ومددنا بها لجنه تحت اي صفه؟ تحت صفه مجلس الاولياء هذا الاستشاري. فجاءوا نقح قانون انت مدرسه كامله، نقح القانون الغريب، وحصلوا على توقيع نتاع سفير في تلك الفترة كان رئيسه هو وزير الخارجية اللي هو عضو في حركة نهضة، نقولها بكل صراحة ونتحمل مسؤوليتي في كل شيء، سي رفيق عبد السلام وقتها كان وزير الخارجية. فبالتالي صاغوا القوانين هذه وأعطوا نفسهم قوانين نتاع إدارة عامة. انت يعني لو تفهم الوضعية معناها غريبة جدا، انك انا ننتخبك باش تكون عيني على المدرسة. ليش؟ باش تخلق زاد التوازن ما بين إدارة المدرسة وما بين الأولياء وما بين الأولياء. فبالتالي نولي انت الخصم والحكم في نفس الوقت، واللي تمسك باداره المدرسه تتعامل وتتملك 16 مليار عمله يسيل لها لعاب كل الناس هناك. فبالتالي تصور انت انسان ما عنده حتى علاقه، لم نكن نعرفه حتى الشخص اللي يدير في المدرسه ما كناش نعرفوه قبل 2011. انا عمري ما شفته، انا عندي 27 سنه عمري ما ريته، والمجموعه اللي حواليه لا عندهم حتى دخل ولا عمرهم تواجدوا في الجاليه، ظهروا فجاه ومسكوا المدرسه بكل امكانياتها بما ما تعنيه من اموال، بما تعنيه من قاعدة بيانات، لأنه قاعدة بيانات وقع استغلالها في الانتخابات. بما معناه لأنه الانتخابات العضو مجلس النواب الأول والثاني انتخبوه من داخل المدرسة، يعني اتصال بالأولياء تعال يجي انتخب. كذلك شراء أصوات، سي لوكازيون، اشتراء أصوات. شو معناها شراء أصوات؟ في قالب إعفاءات، يجي الولي عاملين قائمة مبلغ نتاع مال عاملينه إعفاءات. اكتشفنا أنه ناس يحمي هذا كل موثق هذا موثق وقدمناه اللجنه. احنا جات اللجنه، الغريب انه اللجنه وقت اللي جات تدقق ومددناها بكل وثائق. احنا اللجنه اللي هي من تونس من تحت هي بعد النداءات وبعد العرائض اللي قمنا بها، وفيهم عريضه اخر عريضه فيها تقريبا 368 ولي، وفما 53 مدرس من جمله 58، وفيهم مدير مدرسه وفيهم وليات. احنا بوبناهم المشاكل ما بين مشاكل اداريه، مشاكل ماليه وشبهات ماليه، وما بين قضايا اخلاقيه في المدرسه. نقول الكلام هذا ونتحمل مسؤوليتي، واللجنه مددناها بالوثائق داخل المدرسه. فهذا كله مجاوب واعطيناه، الا انه حاليا ما يدور حاليا في بعض المنابر العالميه من طرف الشخص هو نفسه، هو يدعي انه ما يسيرش في المدرسه، ولكن تلاقيه في كل بلاصه موجود. يعني وين المدير العام؟ ليش ما يتكلمش؟ ليش الاداريين ما يتكلموش؟ ليش المدرسين ما يتكلموش؟ يتكلم الشخص اللي اليوم هذاك علاش احنا عطيناكم حق الرد هذايا. كثر خيرك بارك الله فيك. الشخص هذا يقول انا ما عندي حتى سلطه، وهو حتى لما جاب معاه مرافق يلقن فيه مش يقول. وسامحني سي لطفي حتى يتفرج فينا زاد عنده حق الرد. تفضل. انا نقول لك اكثر من اختي، انا نتحداه ونتحدى النائب نتاعهم اللي جا وتكلم وقال قال هكا بالحرف واحد، قال انا مستعد للموت من اجل انه شخص يقلق. انا نقول له فما 368 ولي قالقين، فما 53 مدرس قالقين، ثم مدير مدرسه حيكت له مكيده بليل
وتعاملوا معها باسلوب يعني رخيص جدا. دخلوا اقحموا فيها حتى التلامذه خلال فتره الامتحانات، واقتحموا حرمه فصل ودخلوا للمدرسه وخرجوا معلم من قسمه، وحاولوا باش ياثروا على التلامذه باش يشهدوا شهادات زور. وعلاش تم طرد المدير تاع صوفيا؟ لانه غير متناغم مع المجموعه، لانه المجموعه هذه تقوم بالانتدابات، تقوم بالاعفاءات، والانتدابات عاملينها بطريقه مضحكه. يقول لك احنا نعملوها عن طريق التعاون الفني. التعاون الفني ما هو الا وسيله جمع الملفات ويجي يقدموها للناس هذم. للناس هذم عينين 3 اشخاص، مدير اكاديمي ومدير عام، والشخص اللي هو اعفائه لقاه مش متناغم معهم، وبالتالي كان عنده اعتراضات على بعض الانتدابات وعلى بعض المواقف. معناها حيكت له المكيده هذه وتم اخراجه. راجل يحظى بثقه كل الجاليه، حبوه. كنت لو تدخل على يعني وسائل التواصل الاجتماعي وتشوف راي الاولياء فيه. فبالتالي انا نتحداه، قلت ونتحدى النائب اللي قال انا نمرض، قال انا نموت، انا نقول له لا مرضت ولا استبردت ولا عطست. وقت اللي سمعت 368 ولي مقلقين، وخلال فتره عيد وخلال رمضان والناس يدوروا من مكان لمكان ويترجعوا في الناس هذوما، تراجعوا ادرسوا قراركم. لا عيب ما تعملوش هكايا. كيفاش وليداتنا تدخلوا للفصل وتقحموهم في صراعات سياسيه؟ انا نتحداهم الى مناظره. لطفي، مدى تاثير كل هذا على التلميذ؟ طبعا تاثير المدرسه مع محيطها كله. المدرسه حاليا في حاله قطيعه مع محيطها، مع الولي. احنا صورتنا كجاليه، انا جيت قبل 27 سنه كي تقول تونسي تعظيم سلام. حاليا احنا ولينا نقف يوميا قدام الشرطه القطريه، اللي ينتقد اللي يسال سؤال يلقى روحه متهم قدام الشرطه القطريه. عندهم هيكل اسمه جرائم الالكترونيه. احدى الوليات سالت سؤال، قالت صحيح انه فما مبلغ نتاع مال قاعد يوزع على بعض الناس، وشنو هي المقاييس وشنو هي المعايير وشكون هما الناس هذوما؟ لقات روحها تتحقق. يعني وصلتوا اصلا انه فكرتوا باش تحلوا مدرسه اخرى؟ مدرسه اخرى، مدرسه ما هذه هيك حابين نوضح هنا، خاطر فما عمليه تخويف في الوزاره حاليا. يقولوا لها اذا تحب تاخذ المدرسه انت دخل المال العام واصرف انت. لا احنا اولياء مستعدين باش نصرفوا على اولادنا، ولكن هما يعني يا اما احنا نحكم في المدرسه ونتصرف كما نحب، يا اما يا دوله يجي خذها، ولكن احنا مش مستعدين. احنا لا، احنا نحبوا المدرسه الدوله تقوم بدورها وتدخل. يعني الصراع تشوفوا ما بين الناس اللي تنادي بهيبه الدوله وبين الناس اللي تنادي للفوضى وللهمجيه. يحبوا اشخاص. احنا نحبوا القوانين تكون في اطار الشفافيه، وهيك علاش انا عندي كل شيء قانوني. عندي رسائل اختي برقيه. اول 5 اطراف. الاولى، الطرف الاول هو الاولياء المربين والاطارات التربويه، نوجه لهم كل التحيه والتقدير. كانوا ولا زالوا الحلقه الاضعف في المدرسه، واللي كانوا دائما يقوموا بدور كبير، واللي اوصل المدرسه الى نتائج ممتازه. المدرسه من سنه 1988 الى حد 2003 كانت 100% النتائج بتاعها. الحين تراجعت شويه وصلت 88. هذا بفضل مجهودات الاولياء ايوه، يعني عنايتهم باولادهم والمربين اللي كانوا يخدموا في ظروف تعيسه جدا وتحت ضغوطات كبيره، وبعض الاداريين نفس الشيء. فانا نوجه لهم احنا باسم اولياء، على الاقل نحكي باسم 368 ولي ماضيين على عريضه، نوجه لهم كل الاحترام والتقدير والشكر. الرساله الثانيه الى رئيس الوزراء السي يوسف الشاهد، نقولوا له انت قايم حمله في الفساد في قطر، في تونس، لازم كذلك يقع هذه شمل، يعني ان تشمل هذه الجاليه في الخارج ومنها الجاليه التونسيه. احنا قدمنا ملف في قطر، قدمنا ملف كامل. الملف هذا قاعد حاليا يتعرض الى ضغوطات كبيره من عضو في مجلس النواب تابع الحركه هذه ومن بعض الاشخاص هذوما للتشويش على عمل اللجنه هذه اللي قامت بشق واحد، كان الشق الاداري، ومددناها بلف متكامل. مازال دور ثاني اللي هو اكثر حرقه، اللي هو الملف المالي. وين مشات الفلوس نتاع المدرسه؟ حاليا تعاني من عجز مالي يقدر مليونين ريال سنويا. كي يقول مليونين ريال يعني ما يقارب 1.5 مليار سنويا يتفاقم. نحبوا نعرفوا اموال المدرسه هذه فين. فانا ردائي للسيد يوسف الشاهد انه لا يخضع للضغوطات هذه. الحسابات السياسيه ما تعنيناش، احنا غاديك في قطر يهمنا مصلحه اولادنا، تهمنا المدرسه، وهذا مكسب لينا بيان سور. رسالتي الثالثه للسيد وزير التربيه سليم خلبوس، بدا في خطوه ممتازه جدا. احنا ما طالبين حد شيء، طالبين لجنه تدقيق. الفيصل بيناتنا دقق، واللي غلط في حق الناس هذوما يتحمل مسؤوليته. اذا انا غلطت نتحمل مسؤوليتي، واذا هما غلطوا قطع النظر عن انتمائهم السياسيه يتحملوا مسؤوليتهم. والسيد وزير الخارجيه، لانه صوره تونس في السيد خميس الجناوي انه السفاره لانه تمثل الدوله غاديكا، انه كذلك يقوم دوره من اجل انه تكون فما هيبه للسفاره والجاليه هناك، باش ما يكونش الضغوطات هذه تجيب نتائج عكسيه.
سي لطفي مازال عندي شكرا ليك. مازال عندي برك زاد رساله اخرى. رساله في كلمه يعيش رساله خاطر بدا يزيد فينا. رسالتي الاخيره طبعا هي للاولياء، انه نشكرهم جدا الاولياء الغيورين على المدرسه هذه، وانه احنا ما احناش مش نقف اذا كان ما لقيناش الحق لدى السلطات في تونس، فاحنا وهذا ما نتمناش سنلتجا الى السلطات القطريه باش نحل المشكله. نتمنى ان الموضوع يتحل في اطار البيت التونسي، في اطار المطبخ التونسي، لان صورتنا تمنى البرة. ولكن اذا ما وصلناش او اذا تعثرت الامور بسبب الضغط اللي قاعد يمارس على اللجنه هذه او على الوزير التربيه سيستم خلبوس، فاحنا سنلجا الى السلطات القطريه. واضح سي لطفي، شكرا ليك، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. اكيد انه صوتك وصل اليوم. اليوم عندك حق رد، هما كيف اذا عندهم حق رد مرحبا بهم من الناس الكل، وان شاء الله كل شيء يصير في كنف الشفافيه. مستعدين للمناظره مع الناس هذوما، وعندنا وثائق. انا غير الوقت ربما ما يسمحش، ما يثبت كل كلمه قلناها. واضح كل شيء سي لطفي، يعطيك الصحه. واهم حاجه هي مصلحه التلميذ ومصلحه ولادتنا التوانسه والاولياء اللي زاد تافعين من دمهم معناها، ونعرفوا الهجره ماهيش سهله حتى ترتحي كل الاولياء اللي تبعوا فينا في قطر من خلال برنامجنا. شكرا لك سي لطفي، يعطيك الصحه، بارك الله فيك. خليك معنا نمشيو للروبورتاج الموالي تفاعل وزير الثقافه مع العمل الجمعياتي بالمهجر، ثم نواصل. تفضل.